انتم هنا في بودكاست الأجزخانة مع دكتور رفعت. الأجزخانة فيها الدواء، بس عندنا احنا الحكاية. احنا هنا بنوزن الكلمة قبل ما نوزن الجرعة. تتخيل إن شكة حقنة صغيرة مرة كل أسبوع ممكن تخليك تخس 10 ولا 15 كيلو من غير ما تتحرك من سريرك؟ سحر، صح؟ حلم كل واحد فينا. بس إيه رأيك لو قلتلك إن نفس الشكة دي ممكن توقف معدتك عن العمل تماماً وتخليك تكبر في السن 10 سنين في كام شهر؟ والأدهى من كده إنك أول ما تبطلها هترجع تتخن أكتر من الأول وتكره شكل جسمك. اسأل نفسك كده وانت بتسمعني، كم مرة بصيت في المراية وقلت أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أخس؟ يا ترى جاهز تدفع التمن ده؟ يا ترى ده دواء سحري ولا قنبلة موقوتة؟ كوباية الشاي أو القهوة بتاعتك وركز معايا، لأن حلقة النهاردة فيها حياة أو موت. الصيف داخل والساحل بينادي، وهوس الفورمة بيخلي الناس تدور على أسرع طريق. الأيام دي مفيش سيرة على السوشيال ميديا إلا عن حقن التخسيس أوزمبيك، ويجوفي، مونجارو. عشان تفهموا حجم الكارثة اللي بنشوفها في الصيدلية خليني أحكي لكم عن هاني شاب في الثلاثينات، دخل عليا الصيدلية من كام يوم بينهج وعرقان، ماسك الموبايل وبيقول لي يا دكتور الحقني، فرح صاحبي كمان أسبوعين والكرش ده لازم يختفي، اديني حقنة الأوزمبيك دي اللي بتسيح الدهون وأنا نايم، هدفع لك اللي تطلبه. طبعا هاني فاكرها عصاية سحرية. قولولي في التعليقات كام واحد فيكم شاف هاني ده في دايرة أصحابه، أو يمكن أنت نفسك كنت هاني في يوم من الأيام. بس اللي هاني وغيره ما يعرفوهوش هو الميكانيزم، أو إزاي الحقنة دي بتلعب في سيستم الجسم. تعالوا ندخل جوه الجسم ونفهم بيحصل إيه. ميكانيزم أوف أكشن. الحقن دي يا سيدي الفاضل مش معمولة أصلا عشان تخسس الموديلز والفنانين، دي أدوية تم اختراعها لمرضى السكر من النوع الثاني. المادة الفعالة اللي فيها زي السيماجلوتايد أو الترزيبيتايد بتشتغل عن طريق إنها بتقلد هرمون طبيعي في جسمنا اسمه GLP-1. الهرمون ده لما بيفرز طبيعي بعد الأكل بيروح يخبط على باب المخ ويقول له إحنا شبعنا، اقفل الشهية، وبيروح للبنكرياس يقول له طلع إنسولين عشان نظبط السكر. لحد هنا كلام جميل. الحقنة بقى بتدي جسمك جرعة مكثفة جدا من الهرمون ده، بتفضل شغالة في جسمك أسبوع كامل. المادة دي بتفضل في الدم أيام طويلة، بتدي إشارات مستمرة للمخ إن المعدة مليانة حتى لو أنت ما كلتش لقمة واحدة من الصبح. النتيجة أنت فعلا ما بتجوعش وبتقرف من الأكل. طب فين المشكلة يا دكتور رفعت؟ ما ده اللي احنا عايزينه. هنا بقى تيجي الكوارث الطبية لو أخدتها من دماغك أو من فيديو تيك توك. الحقنة دي عشان تقفل شهيتك بتعمل حاجة خطيرة جدا، بتبطئ حركة تفريغ المعدة. يعني الأكل اللي كنت بتهضمه في ساعتين ممكن يفضل في معدتك يوم كامل. تخيل معايا كده كيس مقفول فيه أكل وسايبه في درجة حرارة الجسم لمدة يومين، إيه اللي هيحصل؟ تخمر، بكتيريا، ومشاكل ما تتخيلهاش. هو ده اللي بيحصل جوه معدتك بالظبط. لو الجرعة مش محسوبة صح بيحصل كارثة اسمها جاستروباريسيس أو خزل المعدة، يعني شلل تام في حركة المعدة. تخيل أكل مركون في معدتك أيام ما بيتحركش، النتيجة ترجيع مستمر، ألم بشع، وغثيان يخليك مش طايق حياتك. وفي حالات اتسجلت طبيا لمعدة توقفت تماما عن العمل. الكارثة التانية، انت بتخس ايه بالظبط؟ الناس بتفرح بالميزان وهو بينزل، بس النزول السريع جدا ده ما بيكونش دهون بس، انت بتفقد ماسل ماس أو كتلة عضلية بنسبة مرعبة. العضلات اللي بتاخد سنين عشان تتبني بتدوب في أسابيع. العضلات دي هي موتور الحرق بتاع جسمك، لما بتخسرها جسمك بيترهل بشكل فظيع، والجلد بيفقد مرونته تماما، وبتصاب بحالة معروفة دلوقتي عالميا باسم أوزمبيك فيس. تلاقي الشاب أو البنت وشهم سقط وبقى شاحب وعجوز، وتجاعيده بانت فجأة لأن الدهون اللي ساندة الوش دابت مع العضلات. وما خفي كان أعظم. الأدوية دي بتحمل ريسك مخاطر على البنكرياس، وممكن تعمل التهاب حاد في البنكرياس، بنكرياتايتس، وده ألمه لا يحتمل ومحتاج طوارئ، وممنوعة تماما وخط أحمر لأي حد عنده تاريخ عائلي لأورام الغدة الدرقية. عشان كده السؤال الأهم، مين الدكتور اللي يوصف الحقنة دي؟ إياك تاخدها من روشتة صاحبك أو الصيدلي يصرفها لك من غير فحص. اللي يكتب لك الحقنة دي هو طبيب الغدد الصماء والسكر أو طبيب السمنة والنحافة المختص. الدكتور المحترم قبل ما يكتبها لازم يطلب منك تحاليل، وظائف كلى، وظائف كبد، انزيمات البنكرياس، وتحليل غدة درقية. بيشوف الأول أنت محتاجها فعلا ولا مجرد دلع عشان تخس 5 كيلو.
طب يا دكتور رفعت، لو أنا خدت الحقنة وخسيت وبقيت زي الفل، إيه اللي هيحصل لما أبطلها؟ هنا بقى يجي فخ الارتداد. تفتكروا الجسم بينسى؟ لا طبعا، الجسم بيعاقبك على فترة الحرمان دي. الدراسات العلمية كلها أثبتت إن مجرد ما توقف الحقنة، هرمون الشبع المستعار ده بيختفي. فجأة وحش الجوع اللي كان نايم بيصحى، شهيتك بتتفتح أضعاف، وبما إنك خسرت عضلاتك موتور الحرق، جسمك بيخزن الأكل الجديد دهون بسرعة الصاروخ. هتلاقي نفسك رجعت كل الوزن اللي خسيته وممكن أكتر في أقل من 6 شهور، إلا في حالة واحدة. إلا لو استخدمت الحقنة دي صح. الحقنة دي عامل مساعد مش عصاية سحرية. لازم وانت بتاخدها تكون عامل نظام غذائي محسوب السعرات، وتزود نسبة البروتين جدا في أكلك عشان تحمي عضلاتك من الانهيار. والأهم، لازم تلعب رياضة مقاومة أو تشيل أوزان حتى لو خفيفة في البيت. الرياضة والبروتين هم اللي هيحافظوا على عضلاتك ويخلوا النزول من الدهون بس. ولما تبطل الحقنة تكون اتعلمت عادات صحية جديدة تكمل بيها حياتك. ودلوقتي الدور عليكم انتم. شاركوني في التعليقات، مين فيكم جرب حقن التخسيس دي؟ وايه الأعراض الجانبية اللي حسيتوا بيها؟ وهل فعلا الوزن رجع تاني بعد ما وقفتوها ولا قدرتوا تحافظوا عليه؟ خلينا ندردش ونتعلم من تجارب بعض. ولو حد فيكم عايز يبدأ تخسيس ومش عارف يطلب تحاليل ايه بالظبط عشان يطمن على حرقه، اكتب لي في الكومنتات كلمة تحاليل، وهرد عليك بقائمة الفحوصات الكاملة اللي تاخدها وتروح بيها لدكتورك. في النهاية يا أصدقائي، النصيحة الذهبية من دكتور رفعت: صحتك أغلى من أي ترند، وأغلى من فورمة الساحل اللي بتدوم شهرين. الدواء ده اتعمل عشان ينقذ حياة مرضى السمنة المفرطة والسكر، مش عشان احنا نظبط بيه مقاس البنطلون في أسبوع. الطريق الصح بياخد وقت، بس نتيجته بتدوم طول العمر. خلصت حلقة النهاردة. كنت معاكم أنا دكتور رفعت في بودكاست الأجزخانة، لأن دائما وراء كل دواء حكاية. سلام.